عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من اضطراب في الكبسوله. انا مش مجنونه، انا عندي حاجه اسمها ADHD وعشان كده انا عامله كده. فهموا بقى، قال لي ان انا عندي ADHD وان انا عندي صدمه من حبستكوا ليا وانا صغيره في اوضه الغسيل. تلاقيها تعليقه من التعليق الجديده، اي كلام فارغ. ده مش كلام فارغ، انا عندي حاجه اسمها اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركه، وانتوا كنتوا لازم تتعاملوا معايا بطريقه تانية خالص. طبعا بعد ما شفنا المشهد بتاع المسلسل دوت عرفنا هنتكلم عن ايه النهارده. هنتكلم النهارده مع بعض عن اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه ADHD. اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه هو عباره عن حاله طبيه بتاثر على سلوك الطفل وكمان بتقلل التركيز بتاعه والانتباه. هو يعتبر اكتر الاضطرابات انتشارا بين الاطفال وكمان ساعات بيكمل لمرحله البلوغ. ايه هو بقى الاعراض اصلا والانواع بتاعه وتعريفه وكل حاجه؟ ده اللي هنكمله مع بعض في باقي الفيديو، خليك معايا. اول حاجه هنتكلم فيها مع بعض هي انواع الاضطراب، واول نوع معانا هو نقص الانتباه. نقص الانتباه دوت الطفل ساعتها بيبقى عنده عدم القدره ان هو يركز في التفاصيل وكمان ممكن يضيع اي حاجه او ينسى اي حاجه بسهوله من غير ما هو يكون مثلا مركز، وكمان عنده صعوبه في ان هو يكمل المهمات او اي حاجه بتكون مطلوبه منه. انا شفت يا اخي، ايوه عدى عليا من شويه، ايوه راح من هنا، لا من هنا ورايا. لحظة واحدة، ايه الحكاية بالظبط؟ ما انت لسه قايله لي اليخت مشي منين؟ مين حضراتكم؟ انت اكيد مش طبيعية. تاني نوع معانا هو فرط الحركه هو الاندفاع. النوع ده بيبقى عنده حركه زياده وكمان بيعرفش ان هو يثبت مثلا او يقعد في مكان، وكمان بيبقى عنده صعوبه ان هو مثلا ممكن يقف في طابور او يقف مثلا يستنى حد او اي حاجه من الحاجات دي، وكمان بيبقى عنده فرط في الكلام وبيبقى بيتكلم بسرعه كبيره جدا وبيتكلم في حدث او مثلا احداث او حاجات ممكن تكون مهمه او مش مهمه كمان. عارفين احلى ما في النمور؟ حاجه واحده بالذات، يومهم كله نطاط، نطاط مع فطاط، بينطوا يفطوا ينطوا لفوا لعبوا ضحك. احلى حاجه في النمور ان انا الوحيد نمور، انا الوحيد ده. وتالت نوع بقى هو النوع المختلط اللي هو بيجمع بين فرط الحركه وكمان نقص الانتباه. بعد كده هنتكلم عن اسباب الاصابه بالاضطراب دوت. اول حاجه طبعا عندنا وهي الاسباب الوراثيه. الاسباب الوراثيه طبعا بيبقى اثبتت الدراسات والابحاث ان بيكون ليها نسبه كبيره جدا في الاصابه. يعني مثلا لو احد الاخوات مثلا عنده الاصابه بالاضطراب دوت يبقى برده بنسبه كبيره الاخ الثاني هيتصاب بيه، او برده لو احد الوالدين عنده الاضطراب ده. وكمان من الاسباب برده الاسباب البيئيه زي مثلا تعرض الام مثلا للمواد الكيميائيه او التدخين او ادمان الكحوليات او شرب المخدرات، وكمان برضو التعرض لسموم. كل دي اسباب بتاثر على الجنين وخلي مثلا بيطلع مشوه او مثلا بيبقى عنده اضطرابات زي اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه. وكمان برضو العوامل العصبيه او مثلا لو في مشكله في الدماغ او اختلال الوظائف الدماغيه. بعد كده هنتكلم عن الاعراض، ومن الاعراض بتاعته نقص الانتباه زي مثلا انه يكون عنده مشكله في ان هو يكمل مهمه او يركز في مهمه معينه، او كمان ان هو بيفضل يضيع الحاجات بتاعته او سواء اللعب او اي حاجه بسهوله من غير مثلا يكون عنده تركيز في الحاجه دي. وكمان بيبقى عنده فرط حركه، بيتحرك بزياده جدا وما يعرفش يركز في حاجه معينه، ويفضل مثلا ان هو يكون موجود في مكان بالنسبه له الموضوع ده صعب، يفضل يتحرك في كذا منطقه وكذا مكان في كذا الوقت وما يعرفش يثبت في حاجه واحده. ان هو مثلا تيجي تقول له تعالى نقعد نعمل واجب مثلا، بالنسبه له ده امر صعب جدا. وكمان بيبقى عنده الدافعيه، فكره ان هو بيتخذ قرارات بسرعه جدا، يعني هعمل كذا لا هعمل كذا، بيبقى عنده دايما متشتت الافكار بتاعته. بعد كده بقى نبدا نتكلم ازاي اقدر اشخص الطفل ان هو عنده الاضطراب ده. اول حاجه طبعا لازم يكون عنده 6 اعراض من الاعراض اللي احنا قلنا عليها لمده حوالي لا تقل عن 6 شهور. وكمان بقى عشان اقدر اشخص لازم ابدا اول خطوه عندي وهي لازم اجمع معلومات عن الطفل دول، زي مثلا اهله والبيت بتاعه كان عامل ازاي والبيئه المحيطه عامله ازاي، وكمان المدرسين والاعراض اللي هي بتكون بتجيله او من الاهل ملاحظينها عليه. ثاني خطوه هي الاستبيانات والمقاييس. ابدا بقى اعمل الاستبيانات والاختبارات بتاعتي عشان اقدر اشوف الاعراض دي موجوده عند الطفل بنسبه قد ايه. وكمان ثالث خطوه معانا ان انا اعرض الطفل دوت على دكتور بره عشان اقدر اشوف مثلا ممكن يكون عنده مشكله ثانيه في جسمه بتسبب له اصلا ان هو يعمل السلوك ده. بعد كده هنبدا نتكلم عن طرق العلاج، واول حاجه عندنا وهي المنشطات اللي بتستخدم زي مثلا الاميفيتامينات اللي بتساعد ان هي تزود الدوبامين في الجسم، اللي بيساعد برده على ان هو يحسن التركيز وكمان يقوي التركيز بتاع الطفل. وتاني طريقه وهي العلاج السلوكي. العلاج السلوكي اللي هو بيستخدم مثلا عن طريق ان هو تعديل شويه سلوكيات للطفل، وكمان تعليم روتين يومي بيعمله وتنميه مهارات، وكمان بيعتمد على التعزيز الايجابي اللي هو بشجع الطفل على كل سلوك هو بيتعلمه وكمان بيبدا ينفذه. طب ازاي اخلي الطفل بقى يقدر يتكيف مع البيئه اللي حواليه ساعتها؟
هي اول حاجه عندنا وهي التخطيط والتنظيم، ان انا ابدا بقى اعمل مثلا للطفل دوت جدول كده يوم انظم فيه الحاجات اللي هي المفروض يعملها، وكمان المهمات الكبيره بالنسبه له ابدا اقسمها لمهمات صغيره بالنسبه له عشان تناسب له. ثاني حاجه ان انا اخلي البيئه اللي بتكون حوالين الطفل دوت يقدر يتعايش معاها، زي مثلا ان انا اكون مثلا الحاجات اللي بتكون حواليه تكون خاليه من اي حاجه تلفت انتباهه او ان يحصل له التشتت في الانتباه، وكمان استخدم مثلا ادوات بتساعده زي مثلا المنبهات او اللي هي الحاجات اللي هي التذكيرات دي. وثالث حاجه هو الدعم النفسي، ان انا اقدر اتواصل مثلا مع المدرسين بتوع سواء مثلا في المدرسه او في الدرس، ان انا مثلا احاول بقدر الامكان اخلق جو نفسي يكون مناسب ليه. وبكده يكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بس اهم حاجه ان احنا نكون عارفين ان الاضطراب زي اي مرض جسمي بيكون برضه ليه علاج وليه لازم يكون المعاناه بتاعته، وعشان كده لازم نكون نفهم الاضطراب وازاي نتعامل معاه. يا رب تكونوا استفدتم. سلام.